باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حلوني يا ابائي. موضوع سميته فكر والنهايه في ذهنك. واحنا بنتعامل مع بعض ساعات بنركز على اللحظه اللي احنا فيها. انت ضايقتني فانا متضايق وعاوز اقول لك وانت تقول لي، وبنسى خالص نهايه العمر هقف قدام ربنا موقفي ايه في اللحظه من اللحظه دي. والحقيقة المبدأ ده بيكتبوا عنه العالم كله مش بس الكتاب، انه يقول لك ابدأ كل حاجة واخرها واضح في ذهنك. يعني ايه؟ يعني مثلا هنخدم فئة معينة ابتدائي، لازم قبل ما نحط البرنامج نقول عاوزين نوصل لإيه في سنة 6 ابتدائي. لو فضلوا معانا 5 6 سنين المنتج شكله ايه؟ ساعتها نبتدي بقى نحط المادة نشتغل يوم بيوم عشان المنتج النهائي هو اللي شاغلنا. فاهمين؟ زي أي مصنع مش بيشتغل بالحتة، هو حاطط موديل في الآخر وعلى الأساس ده بيبتدي يركب حتة حتة ويمشي مرحلة مرحلة. التفكير السليم دايما إن النهايات تبقى قبل البدايات. اللي منكم مهندس مثلا مدني أو كده، عندنا غلطة مشهورة في مباني كتير في مصر، ان هم ابتدوا يبنوا ومش عارفين عاوزين يوصلوا لايه بالظبط. اي مهندس شاطر يقول لك قول لي كل طلباتك قبل ما نحط طوبة عشان ما نعدلش ما نكسرش. اديني نرسم الرسمة النهائية بكل تفاصيلها من قبل ما نحفر. واضحة؟ يبقى النهائي قبل اول خطوة. الفكرة دي احنا معانا كمسيحيين في منتهى الأهمية، لأن ربنا يسوع حط لنا مبدأ كلنا حافظينه: اطلبوا أولا آخرا، اللي هي ملكوت الله وبر. عاوزين ندخل الملكوت، مش دي آخر محطة؟ لازم تبقى شغلك دلوقتي عشان تعرف تعمل ايه النهاردة وبكرة وبعده. لازم السماء تبقى شغلك مالي عقلك، ودي اللي تخلينا نجاهد جهادات المحبة. لأن المحبة عاوزة جهاد، عاوزة تركيز، مش عاوزة تلقائية. انت تلقائيتك بتخليك تزعل من حاجات وتتضايق من الناس. لا، انت هتظبط نفسك ليه؟ عشان النهاية دي. تعالوا نعيش الفكرة دي. فكر والنهاية في ذهنك. في يعني مبادئ بيعلموها للمسؤولين أو القيادات أو أمناء الخدمة أو الكهنة، بنسميها العادات السبعة للنجاح أو للتأثير. يعني عاوز تأثر في الناس، كلها عادات مرتبطة بفكر الكتاب المقدس، لكن ممكن تقدم حتى لغير المؤمنين بشكل علماني شوي. يقول أول عادة تخليك مؤثر جدا المبادرة، زي حركة السامري الصالح، زي أمنا العذراء لما سمعت إليصابات حامل فكرت لازم أروح أساعدها، ما حدش قال لها. المبادرة تخليك خادم قوي. ينفعش تتفرج على مشكلة تقول مفروض أبونا يعمل حاجة وانت ما تعملش ليه؟ مش انت في الكنيسة؟ لو عندك حاجة تعملها اعمل. تاني مبدأ يقول ابدأ والنهاية في ذهنك، اللي أنا كنت بحكيها. اوعى تفكر واحدة واحدة، لا فكر من الآخر. حتى التربية الحديثة بقت كده، أو التربية السليمة. يعني أنا بشوف ابني من أول يوم مشروع قديس، فعشان تطلعه قديس شوف هتعمل إيه النهاردة. هتذاكر معاه الإنجيل إزاي، يحفظ مزامير إيه. لو شكله قديس شغلك دلوقتي هتربي صح، لو نسيت منظره النهائي ده هتربي غلط. ثالث مبدأ اللي هو الأولويات، وتعبير الأهم أولا. لأن ناس كتيرة متكعبلة في حياتها لأنها مش عارفة تحط إيه أهم من إيه. لو أنا حطيت حياتي الروحية نمرة 1، علاقتي ببيتي نمرة 2، شغلي نمرة 3، لو رتبت الدنيا تلاقي الحياة ماشية صح. سبتها عشوائي كده وناسي نفسك قدام السوشيال ميديا بالساعات انت بتضيع حياتك كلها ومالكش تأثير. مبدأ رابع يسموه الكل كسبان. يعني ايه؟ في كل علاقاتك ريح اللي قدامك قبل ما تريح نفسك، كسبه
قبل ما تكسب، ارضيه قبل ما ترضي نفسك، اللي هي ماشية مع تحب قريبك كنفسك، فبيسموها وين وين. البياع الشاطر الزبون بتاعه مبسوط، البياع الخيبان يتلائم، يمكر، يتشطر، فيبيع بضاعة بايظة ويقول لك كسبت. طب انت شاطر، كسبت النهاردة، ما حدش هيتعامل معاك بكرة، لانك ما كسبتش الزبون، هو كسب هيرجع لك تاني، فخلي مكسبه قبل مكسبك. فاهمين المعنى؟ في العلاقات كلها كده، الزوج اللي عاوز مراته ترضيه يسعدها، يبقى حنين عليها، لما هي ترتاح هتريحه. الأب اللي عاوز ولاده يسمعوا كلامه يدلعهم، يشجعهم، يلعب معاهم، يدي وقت كتير قوي، يكسبهم، يقوموا هم كمان يرضوه، وهكذا. مبدأ الخامس، افهم قبل ما تقول حاجة، أو اسمع كويس عشان تفهم اللي في دماغ الناس، وبعد كده تعالى قول. وده في التأثيرات مهم جدا. يعني في الخدمة النهاردة الشباب بيكلموا لغة غيرنا، بيفكروا بطريقة مختلفة، الأجيال بتجري بتتغير بسرعة. لو ما سمعناهمش كويس اللي احنا بنقوله في الهوا ما بيدخلش خالص، لكن عاوزين كلامنا يأثر فيهم لازم أسمعهم كويس وأشوف بيفكروا ازاي. التوافق أو السينرجيزم معناه أجمل صورة للإنجاز والنجاح إن كل الناس تشتغل مع بعض. هي فكرة العضوية في جسد المسيح، إن أنا أقتنع إن أنا لي دور، أبونا موسى له دور، أبونا فيلوباتير له دور، ومحتاجين بعض وبنشتغل مع بعض بمنتهى الحب والاحترام، لأنه كل واحد فينا له حتة يعملها، ده يطلع أحلى شغل. طبعا عكسها بقى الفردية والأنانية والخوف من الآخر وخبي عليه والحركات بتاعت الدين. آخر عادة بيتكلم فيها اشحذ المنشار، sharpen the saw، معناها بالبلدي انك اشحذ، معناها اي حاجة تستخدم كتير تتلم او يضعف تأثير، لازم تشحنها او تسن السكينة، سن السكين. فأي واحد فينا بيعمل حاجة عشان يفضل يعملها كويس لازم يبقى عنده طاقة للحكاية، فلازم يقعد يشحن. طبعا احنا بالذات الشحن الروحي ده أساس. حد فينا كخادم يقدر يخدم وهو مش بيصلي كويس، وهو مش بيقرأ الكتاب، ومش بيدي وقت لربنا، يجي يخدم مفيش حاجة تطلع منه بعد كده، تأثيره يضعف جدا. ليه؟ هو مش متغذي. ما بتاكلش كويس، اللبن هيطلع حلو؟ بتاكل كويس أو اللبن يطلع حلو. فدي المبادئ السبعة اللي قالوا أنجح ناس أو أكتر ناس تعمل تأثير لازم السبع مبادئ يبقوا موجودين جواهم حتى تتحول إلى عادات. يعني بقى سلوك طبيعي، المبادرة إنك تحط مكسب الآخرين الأول، بقت طبع. يعني أنا هركز على نمرة 2 اللي هي إيه؟ ابدأ والنهاية في ذهنك. الموضوع ده يشغلنا قوي في موضوع المحبة بالذات. مرة بقول لأب في بيت مسنين، هو أنت ولادك مش بيجولك؟ فضحك قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي أنا السبب. عمري ما فكرت في اللحظة اللي أنا فيها، راجل 90 سنة وعنده ولاد كويسين وفي مصر ما بيروحولوش خالص، بيدفعوا له بس حق بيت المسنين وخلاص. فقال لي عمري ما فكرت في اللحظة دي، أنا كنت قاسي مع ولادي ومهمل ليهم وتعاملت بواخة، يعني كنت أناني جدا. فاللي أنا فيه دلوقتي نتيجة طبيعية، كتر خيرهم بيدفعوا لي حق البيت، لكن ما أقدرش أقول لهم تعالوا لي. فهنا هو ما فكرش في اللحظة دي، فشايف أنه فعلا لو كنت فكرت زمان أن هيجي اليوم اللي احتاج عيالي كان لازم أحبهم عشان يحبوني، ولما عجز يرعوني. فهو نفسه عاش المبدأ، بس ايه كان فلت منه خلاص. حياتنا كلها كده، لكن احنا مش بنفكر لما نعجز يعملوا ايه، احنا بنفكر لما نقابل ربنا، ده الأخطر. يبقى لما تحب الناس قوي هيحبوك، هيعذروك،
هيشفعوا فيك، هيصلوا لك، هيسامحوك، هيغطوا عليك لو انت بتحبهم قوي. لو انت ما بتحبهمش، الناس لما تسمع انك واقع مش هتتأثر، ما انت اصلك ما حطيتش النهايات دي في ذهنك. اذا خلينا نقول ابدأ يومك دايما والنهاية في ذهنك. زي الفيديو اللي كنا شايفينه، عاوز اليوم يمشي حلو، خليه حلو من اول دقيقة. اشكر، افرح، شجع اللي حواليك، ابتديها صح، يبقى اليوم كله يمشي صح، عشان تيجي آخر النهار تقول شكرا يا رب اليوم كله بركة. وعشان توصل لآخر اليوم مظبوط، ابتدي مظبوط. ابدأ يومك ونهاية العمر كله في ذهنك، ما احنا كده كده هيخلص العمر وكل واحد يعطي حساب عن حياته. طيب لو وقفت قدام المسيح، عاوزه يفتكر لك ايه؟ اللي انت عاوزه يفتكره لك اشتغل عليه دلوقتي. عاوزه يفتكر لك صلوات حارة، صلي بحرارة. عاوز المسيح يقدر لك انك حبيت الفقراء، ركز في الفقراء. عاوز المسيح يفتكر لك امانة، ركز في الامانة، وانت كده كده هتقابله. ابدأ يومك وحدد مكسبك من الاخر. يعني ايه؟ يعني احد القديسين يقول اليوم عند الروحاني او عند القديس زي التاجر. التاجر يجي في اخر اليوم، زمان على الاقل بتوع الشاك كده والمحلات، يحسب الخسارة والمكسب، ولما يلاقي مكسب حلو يفرح، وخسارة يتضايق ويقعد يفكر تاني يوم يعدلها ازاي. فقال خليك زي التاجر الشاطر، تيجي في آخر كل يوم تقول كسبت ايه النهاردة، عملت ايه حلو، عجبت ربنا في ايه، قدمت ايه للسماء، حطيت ايه في كنزي اللي في السماء، حولت قد ايه للرصيد اللي في الأبدية. يبقى انت بتفكر صح. كلكم عارفين الرصيد ده عبارة عن حب وخير ورحمة وتعب وخدمة وصلاة. اسأل نفسك دايما وانت بتعمل اي حاجة، ايه قيمة اللي انا بعمله دلوقتي؟ مثلا وانت بتتخانق، هل ليه قيمة؟ وانت عمال تسرح في موضوع، له قيمة الوقت ده السرحان ده؟ وانت ماسك الموبايل مش عارف تسيبه من ايدك، ايه اللي بتعمل؟ قيمته ايه بالنسبة لليوم الاخير؟ ما هو حساب اي لحظة وقيمتها منسوب على اليوم الاخير. الرصيد هيجمع قد ايه؟ فلو بتفكر بالطريقة دي هتلاقي ان في حاجات كتيرة تضيع وقت. ممكن تقول هو انا ليه مشغول او منزعج؟ لان لما تفكر في النهايات تلاقي كل اللي شغلك او عامل لك قلق ما يستاهلش ياكل عقلك، ما يستاهلش يزعجك. صدقوني كل الحاجات اللي عملت جوانا اضطرابات وسرقت من عمرنا اعصابنا ووقتنا، ما تفكر من نهاية العمر ما كانش تستاهل خالص. حرقنا في أعصابنا وأفكارنا والحكاية كانت تضيع وقت. سؤال تاني مهم، هو ربنا عاوزني أعمل إيه؟ وده أهم سؤال. ربنا اللي أنا هقابله عاوزني دلوقتي أقضي إزاي؟ ما أنا عندي لسه الفرصة، أنا لسه عايش، أنا غير اللي في القبر. بس كويس أنا عارف إن أنا هدخل كمان شوية. طب هو عاوزني النهاردة أعمل إيه؟ أخدم مين؟ أطبطب على مين؟ أشجع مين؟ عاوز الطريقة دي تبقى شغلاني، اللي هي فكرة كل حاجة بتعملها النهاية في ذهنك. تعبير بنقوله في المزمور إن نسيتك يا أورشليم. كلنا عارفين إن أورشليم إشارة للحياة الأبدية. هنا بيقولها بطريقة جميلة، لو أورشليم دي اتنست إيدي اتنست. حد فيكم بينسى إيده في البيت؟ تعبير غريب، تنسى يميني. تخيل واحد يقول لك، مرة واحد جه قال لي كده دمه خفيف، قال لي أبونا كان آخر اليوم أنا نسيت دراعي في البيت الصبح. فأنا قلت غالبا ابتدى يفوت، ما فهمتهاش، هو كان قصد الآية دي. قال لي نسيت دراعي من الصبح. فقلت له مش فاهم. قال لي تخيل اليوم كله ما جاش في بالي السماء ولا لحظة. هو بيعترف انه ما ركزش في الحياة الأبدية، ما فكرش في الملكوت، فمتضايق من نفسه انه اليوم كله عدى والسماء ما جاتش في دماغه. فقالها بتعبير المزمور، انا سبت دراعي في البيت، انا عايش طول اليوم من غير دراعي. يبقى المعنى هنا ايه؟ قوتك
أو عملك لا قيمة له لو السماء بعدت عن ذهنك. لو نسيت مقابلتك للمسيح كل اللي بتعمله تضيع وقت. نفس المعنى، يلتصق لساني بحنك، يعني ايه؟ اي كلام هتقوله ملوش اي معنى لو اورشليم غابت عنك. لازم كلامك يبقى لحساب اورشليم. فبتقول كلام يبني الناس يفيد الناس، غير كده ما تتكلمش. ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هي دي المبدأ اللي بنأكده. وكلنا عارفين ان ربنا يسوع حط المثل بتاع الغني الغبي لما قال له يا غبي الليلة تؤخذ نفسك منك. كل اللي عملته ده بقى عملته ليه؟ انت ما حطيتش الليلة دي في ذهنك، ما عملتش حساب اللحظة دي. فمن الغباء ان الواحد يعيش يوم بيومه من غير ما يحط نهاية العمر قدامه. نهاية العمر تخليك، هي دي اللي طلعت الرهبنة. الرهبنة أساسها إيه؟ اعمل حساب مقابلة المسيح. وهي دي اللي بتطلع التكريس، إن الناس تقول خسارة الوقت اللي رايح في شغل الدنيا، خليني كل الشغل لحساب ربنا. كله بيتحرك بالطريقة دي. مبدأ جميل اتعلمته من سيدنا أنبا موسى، ربنا يديله الصحة والعمر. كان يقول لنا وإحنا شباب كل حاجة تعملها في يومك غطيها أو غلفها بالصلاة. مضطر تشتغل اشتغل، بس ما تفصلش عن الصلاة. هتاكل لقمة مع الناس، ما تبطلش تصلي. هتركب عربيتك، صلي في العربية. في أي حاجة بتعملها من أي نوع غطيها بالصلاة، لأنك مش قادر تبطل شغل ومش هتقدر تبطل تقابل الناس. لكن اللي كمان ما تبطلوش إنك تصلي. التزامات الشغل أو الأسرة أو العلاقات، كل دي حاجات تقدر تغلفها بالصلاة. مرة بتكلم مع شخص تقي، فبيقول لي أنا طالع مع العيلة كده، العيلة كبيرة 3-4 أيام في حتة. أنا عارف إن هو تقي، صلواته كتير ومزاميره وقراياته. قلت له بتعمل إيه؟ قال لي بيفضلوا يحكوا وناكل ونشرب ونحك وناكل ونشرب ونحك. فأنا بقعد ساكت بصلي لهم طول الوقت واضحك في وشه، يكونوا فاكريني متضايق، واقوم اساعد في اي حاجه. لكن الحمد لله مش بعرف اجاري، لكن حقهم علي، لازم اكون موجود. فاقعد اصلي طول الوقت. يبقى حتى في العمل الاجتماعي ده هو احتفظ بصلاته. ليه؟ لانه عارف انه هيقابل ربنا في الاخر. ما لا يجب ان تفعله لا تفعله. انا عارف انها جمله تبدو ساذجه، بس صدقوني هي منطقيه جدا. اللي المفروض ما تعملوش ما تعملوش. يعني ايه؟ بتضيع وقت، ما تضيعش وقت. هو في الاخر الوقت ده غالي. هتبقى عشمان في ساعة قبل ما تسافر السما وعاوز تركيز، مش هتلاقيه غالبا. طيب ما انت عندك تركيز دلوقتي، يبقى ما فيش مجال نضيع وقت. التفكير الزيادة ده هوس، دوش على الفاضي. الاوفر ثينكينج دي ملوش لازم. طب ما تحاول توقفه بأي طريقة. القلق مؤذي هدام، ملوش قيمة ولا معنى خالص. يبقى لازم تتحداه. ليه؟ لأن كل ده بيستهلك وقت ومجهود وتركيز. كل ده المفروض يروح لحساب السماء مش لحساب الأرض. طريقة المقارنات انك تقول فلان مالك بيه، ما تبص في طبقك. ما انت أكلك عندك اهو، ما انت شبعان. لكن هنا احنا في عالم كله بيبص على غيره. وده الحقيقة لما تفكر فيها منتهى الجنون، قلة عقل. لأن بتخلي الناس تعبانة بدون داعي. الناس عندها كل حاجة. الاستسلام للحزن، ما لا يجب أن تفعله لا تفعله. الاستسلام ده هيعطلك، يتعب اللي حواليك، يضيع أيامك، يأذيك، وفي الآخر تيجي تقف قدام ربنا مفلس. ليه؟ ما هي راحت منك الوقت وانت مستسلم للحزن بدون داعي. قديس بولس كان عنده شعار جميل قوي يورينا قد ايه الواحد لما يركز في السماء ياخدها جد. فبيقول أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، أنسى ما وراء وأمتد إلى ما قدام.
أسعى نحو الغرض، باصص قدام على طول، عاوز أستفيد بكل يوم بأي طريقة عشان أقابل ربنا، والاستفادة بالنسبة له خدمة وحب وصلاة وتقوى وهكذا. الرصيد النهائي ممكن نسميه بنك الحب، بس اوعوا تفتكروا ده اسم فيلم ولا كلام بتاع الدنيا. المسيح كلمنا عن حاجة اسمها كنز، مش كده؟ قال لنا ما تكنزوش على الأرض، اكنزوا في السماء. ايه نوع الكنز اللي في السماء؟ هو ده. على الأرض في بنك بالدولار وباليورو وبالمصري ومش عارف ايه، في حسابات. في السماء ما فيش ولا عملة من دول تمشي، في عملة واحدة تمشي، اسمها ايه؟ الحب. اي حاجة فيها عملة الحب تتخزن. صليت بحب بتحوش، صمت بحب بتحوش، تعبت في الخدمة بتحوش، زرت حد بتحوش، صليت لحد من قلبك ومحدش عرف بتحوش. فالبنك الوحيد اللي شغال بعد كده اسمه بنك الحب. الرصيد الوحيد الفعال هو ده. وبالتالي الواعي يبقى فاهم انه لازم يشتغل في الاتجاه. فكر، ابتدي يومك والنهاية في ذهنك، عاوز حسابك شكله ايه في الاخر، تبقى واعي. لما سمع الكتبة بيتحاوروا، واحد سأله أية وصية أول الكل؟ قال له بص بقى، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك بقيتها، وثانية مثلها تحب قريبك كنفسك، ليست وصية أخرى أعظم من الكل. ده الحساب النهائي. يبقى ركز في دول بس. لو نسينا كل التوصيات وركزنا حب ربنا وحب الناس، ما وراكش غير دول، يبقى أنت بتحوش كويس، أنت بزنس مان شاطر بس في سكة السما، لأنك فاهم تعمل الرصيد إزاي. الكتاب يقول لتصر كل أموركم في محب. ربنا علمنا لو اكتفيتوا بحب اللي بيحبوكم انتوا ما حوشتوش حاجة، لأن ده شغل الدنيا. ده زي الدولار واليورو والجنيه، ده هنا مكسب أرضي. فلو أنا بحب واحد بيحبني، خدت حقك على الأرض. بتحب واحد ما بيحبكش، ابتدينا نخزن في السماء، تتعب لحد ما يستاهلش، سوري تعبير الناس كده، ابتديت تخزن في السماء. فخليك واعي، ما تمشيش ورا الدنيا. إذا نطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. يعني إيه؟ حياتنا على الأرض هتمشي، هناكل هنشرب هننام وفي الآخر هنموت، هتمشي بالزق من غير زق هتمشي. لكن السماء مش هتيجي لوحدها، مش هتيجي غير لما نركز، لما نفكر احنا نحوش فيها تقوم تيجي. لكن انت بتتصور انها جايه لوحدها السما، لا ما بتجيش لوحدها، بينما العمر بيجي لوحده صدقني. اجمل طلبه الواحد يقولها في صلواته اللي قالها بولس لما قابل المسيح وفهم انه كان ماشي غلط، قال له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ المفروض كل يوم الواحد يقول له كده، عاوزني النهارده اعمل ايه؟ قول لي يا رب، عشان انا مخي تخين، فانت وجهني، احب مين واحبه ازاي، اعمل ايه بالظبط، خلي اليوم يسوى في الاخر، يوزن. صدقوني في حياتنا في ايام توزن كده، وفي سنين ملهاش وزن لو فكرت. وفي يوم تحس يا، مرة جالي خادم نزل الصعيد كده، قال لي ابونا اليوم ده بسنتين عمر، له وزن له تقل، كام بيت فقير دخلته، وكام كلمة حلوة قلتها، وكام صلوة صليناها في الأتوبيس، أنا كنت في حتة تاني، أنا حسيت أدي الأيام. لكن أنا عايش أيام فارغة كتير قوي، شغل ودوشة وهوسة، في الآخر أنا مش عارف أنا عايش ليه. إذا تعالوا دايما نحط النهاية في ذهننا، لو باب السماء في دماغنا هنعرف نحب ونسامح ونبلع ونعذر ونيجي على نفسنا ونشكر ونقضي أيامنا في سلام. لإلهنا كل مجد وكرم.